بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. قبل ما اتكلم معاكم هقول لكم الاول المقادير بتاع سويسرول الشوكولاته. احنا عملنا الفانيليا. طبعا كان نفسي يجيب مشاهدات اعلى من كده لانه هو بصراحه يستاهل، جميل جدا بصراحه. بس خير، انا معايا هنا كوبايه دقيق، نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، معلقه نشا، معلقه بيكنج بودر، معلقه محسن. تمام. ونص كوبايه ميه. خلاص، حطيت كل المكونات وضربتها على بعض. هقولها تاني: كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، معلقه محسن، معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره نشا، نص كوبايه ميه. خلاص. حط كل المكونات، وثلاث بيضات، وثلاث بيضات. حط كل المكونات دي على بعضها واضربيها، بس هي مفيش فيها اي حاجه. حط المكونات كلها على بعض، الثلاث بيضات على كوبايه الدقيق على نص السكر على نص الميه على معلقه المحسن على معلقه النشا الكبيره على معلقه البيكنج باودر، كله على بعضه ونضربه. خلاص. شايفينه طالع ما شاء الله طري طري جدا، طري طري وهش جدا. خلاص، ادي كوبايه الميه دي اللي احنا عملناها. بصوا يا جماعه، نفس مقدار اللي هو سوسرور الفانيليا. بس بعمل ايه؟ شلت معلقه دقيق من معلقه من كوبايه من الكوبايه، يعني كوبايه الدقيق معايا اهي، شلت معلقه وحطيت مكانها معلقه كاكاو. ده كل الموضوع. يعني قمت جايبه كوبايه الدقيق، شايله منها كوبايه وحطيت معلقه كاكاو كبيره، يبقى معايا شوكولاته. خلاص. اهوت معايا اهوت. شايفين ما شاء الله طري وجميل جدا جدا قوي، وشايفين شكله متقل واضح اهو معانا. هلفه انا بقى كده اهوت، هلفه على بال ما اعمل الكريمه عشان نحشيه. بقول لحبايبي اللي هم بيبعتوا لي التعليقات، برضو ما تحرمش منكم جدا، وشكرا لكم كلكم، ما تحرمش منكم ابدا. وحبيبتي اللي بعتت لي التعليق بتقول لي احنا استفدنا منك والله كتير. في قنوات مليونيه ما بتوضحش ولا بتفسر الحاجه اكتر زي ما انت بتقولي. بقول لها ربنا يكبر بخاطرك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. ده واجب علينا يا جماعه. يا رب نكون عند حسن ظنكم. لازم طالما بنقدم حاجة نقدمها كل تفاصيلها. يعني كان في الأول ناس بتتضايق مني إن أنا بتكلم كتير، بالعكس أنا ما كنتش بتكلم كتير ولا حاجة. أنا لازم أوصل المعلومة كاملة. زي كده فيديو الفطير اللي أنا عملته: اعملي كذا عشان ينجح معاكي، تعملي كذا عشان ينجح معاكي، تعملي كذا. لازم أقول كل حاجة، كل كبيرة وصغيرة. لو أنا بعمل فيديو أكل، معجنات، حلويات، لازم أقول كل كبيرة وصغيرة عشان المعلومة توصل للناس كلها، عشان ما حدش يبقى صح حاجة يسأل عليه. فبقول لها ربنا يكبر بخاطرك يا رب، ويكون عند حسن ظنكم يا رب كلكم، وما تحرمش منكم ابدا وان شاء الله ربنا يكرمني بيكم باذن الله، والقناه تكبر بيكم ان شاء الله رب العالمين. انا هنا عملت الكريمه، كوبايه الكريمه عليها كوبايه ميه ومعلقتين سكر. حبيبه قلبي اللي بتقول لي على على المحسن يا حبيبه قلبي، بتجيبي باكل محسن، بتاخدي منه، انا قلتها قبل كده برضه، بتجيبي باكل محسن اللي هو بونو، بتاخدي منه معلقه وتقومي لفاه وعيناه في التلاجة. والمحسن بتشوفي شكله، لو لقيتها ابيض زي في الفيديو بتاع الزبون مش هتخشي الابيض اللون دي، يبقى كده بايظ. الابيض الشفاف يبقى هو ناجح معاك. الصاج بتاع السويس رول اللي بنعمله او الجاتو بيبقى صاج 30 في 40. انا ان شاء الله يا جماعه عايزه اعمل لكم مش في 3 صواني كده قوارب بتوع بيجي طقم على بعضه قوارب كده. انا عايزه اعمل لكم في الصينيه عشان الناس اللي ما عندها الصجان، لان انا حاسه ان ناس كتير ما عندهاش حته الصجان ديت. فانا عايزه اعمل لكم في الصاج، هعمل لكم بقى في الصاج جاتو ماشي برضو مره، وهعمل لكم في الصاج سويس رول. يعني مره كده ان شاء الله اقوم عامله في الصينيه، معلش اسفه بقول الصاج، اقوم عامله في الصينيه سويس رول، واقوم عامله لكم في الصينيه جاتو، علشان يبقى كل حاجه ان شاء الله برب العالمين باذنك يا رب تكون محلول. لان في ناس اكيد برضو فعلا كتير ما عندهاش صجان وعايزه تعمل، فهي مش هتعرف تعمل الحاجه في الصينيه الا لما لو انا طبقتها قدامكم. فان شاء الله رب العالمين انا هعمل لكم في الصينيه الجاتو والسويس رول مره تانية، عشان ايه؟ يبقى كل حاجه محلوله عندكم باذن الله، وتشتغلوا في كل حاجه انتوا عايزينها باذنك يا رب.
وان شاء الله عايزه اعمل لكم كب كيك شوكولاته، كب كيك شوكولاته حلوه قوي قوي برضو للناس بتحب كده الكب كيك كده مع الشاي باللبن. هعمله لكم باذن الله. بس باذنك يا رب، باذن الله كل حاجه اعملها لكم باذن الله. بصوا انا خرجته انا دخلته الفريزر. بصوا بقى يا جماعه، انا ما بحبش ابيت الحاجه في الفريزر زي ما انا قلت لكم، تمام؟ بس انا ما اشتغلت فيه بالليل، تعبت كده شويه فما قدرتش وكنت الوقت متاخر، فعنته في الفريزر للصبح. بس هو مش مستحب تعينيه في الفريزر للصبح. ليه؟ عشان لما تيجي تقطعيه تلاقيه كويس معاكي وتقدري تقطعيه حلو، ما يتفلقش منك. تمام. شوفوا القطع اللي في السويسرول اتدرى ازاي مع اللف، ما فيش في اي حاجه. فانا انتوا في التلاجة، فانا زي ما انا قلت لكم في الشتاء كفايه او 4 ساعات، اما في الصيف خليه 6 ساعات 7 ساعات عادي. فهو كافي قوي ان انا اخليه 4 ساعات في الفريزر. بس انا بصراحه تعبت فرحت مبيتاه في الفريزر، ولسه مخرجاه وبشتغل فيه. ساعات يبقى بتيجي الظروف كده ان الواحد بيكون بيعمل حاجه يتعب فجاه ما يقدرش يكملها. انا هنا بقى هنا بدهنه بقى، اعمله بقى الكريمه اهيت سهله جدا، او نفس ما عملنا اللي هو الفانيليا. بس انا عن نفسي يا جماعه انا بحب سوسرول الفانيليا جدا جدا، او جاتو الفانيليا. انا ما بحبش الشوكولاتات على فكره، يعني ما بحبش اي حاجه فيها شوكولاته. يعني بحب الفانيليا جدا قوي قوي في كل حاجه. عندي بقى اولادي يحبوا الشوكولاتات عكس جدا، انا احب الفانيليا. اي حاجه بيضه انا بحبها. وعايزه اعمل لكم والله، عايزه اعمل مدلعه، عايزه اعمل التشيز كيك، عايزه اعمل تشيز كيك حلو قوي ان شاء الله يعجبكم برضو باذن الله. مع بعض احنا يعني مع بعض، وباذن الله نعمل كل حاجه. انا هنا بقى بعمله اهوت بالمشط المشرشر كده اهوت. اه، تعملي كده اهوت. ما عندكيش السكافر المشرشر دي اعملي بالشوكه، يتعمل معاكي بالشوكه سهله ما فيش فيها اي حاجه. او قطعه الجزر اعملي بها. شوف انا شرشرته كده اهوت بقى شكله جميل قوي حلو. الحته اللي تلاقيها مش معموله اعمليها هتتظبط معاكي. هاجي بقى اسوي كده الحته كده اهيت. بصوا هو جامد، هو جامد جدا لانه هو طالع من الفريزر بصراحه. طبعا من بالليل من الفجر لحد بعد الظهر، طبعا جامد قوي يعني جامد جامد. فلازم تحط المنشار في ميه سخنه، وبيبقى برضو جامد برضو، يعني تخلي بالك من الحته دي. اعمل كده روزتات اهيت. الله عظيم الحسد والدوام لله. انا معايا انا بقى الكريز، تمام. انا هنا يا جماعه انا جايبه واحده بسكوت اوريو ومكسراها كده بايديا وبرش عليه. تمام. على فكره هو شكله جميل قوي لما رشيت عليه، هي الكاميرا مبتبقاش موضحه برضو الحاجه قوي، بس شكله كان جميل 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 جدا. واحده بسكوت اوريو كده وترش عليه كده. احط بقى الكريز اهوت. الكريز لما تكون كبيره قطعيها، لان الكريز دوت جاي كبير قوي فقطعتها كده. البسكوته بقى قطعي بسات بقى بسكوت اوريو، البسكوته قطعها نصين، وحط بين كل روزيتا وروزيتا قطعه من البسكوت كده. هو شكله جميل 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 جدا جدا. شايفين هي الكاميرا بس كانت مغيمه شويه كده، عارفين الكاميرا بتاعتي بعافيه شويه. ارش برضه شويه بسكوت اوريو. شايفين الجمال، شكله حلو قوي قوي بصراحه. ارجع كده واقطع حته بقى. هو لو انتي وحسيت ان هو مجمد، شوفوا زي ما هو، شوفوا مجمد معايا ازاي. شايفين مجمد جدا. ما تقطعيش الا لما يفك معاكي شويه، لانها اما يكون الحاجه مجمده يا جماعه، الجاتوه مجمد وتيجي تقطعيه ممكن تقوم مفلوقه تتفلق معاك. حتى شايفين لو تلاحظوا الكريمه من جوه تحس انها متلجه فيها شكل التلج. طبعا احنا في السقعه، سقعه جامده، وانه في التلاجة لحد من بالليل للصبح طبعا لازم يجمد جامد يعني. فشايفين شكله جميل جدا. وبصوا الكيكه هشه وحكايه بكوبايه الدقيق تحفه. يا رب يعجبكم ونور رضاكم وتجربوه من ضمن الحاجات اللي بعملها، واستنوا منه فيديوهات حلوه قوي قوي ان شاء الله تعجبكم. وأقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.